أهلا بكم من جديد. اقترب نادي الهلال السعودي من التعاقد مع المدرب الأرجنتيني الشهير رامون دياز، والذي أقيل من قيادة منتخب باراغواي يونيو الماضي بعد كوبا أمريكا. وبحسب مصادر العربية نت فإن دياز وافق على قيادة الهلال لموسم واحد قابل للزيادة في حالة موافقة الطرفين ودون الإعلان عن الرقم المالي. وقال الهلاليون الشهر الفائت المدرب الأورجياني غوستافو ماتوساس بعد مرور 4 جولات من الدوري فاز في 3 منها وخسر واحدة، وخسر أيضا كأس السوبر. البيلاجو الأصلع كما هو لقبه باللغة الإسبانية رامون أنخيل دياز نال التسمية من شقيق له، لأن رامون لم يعرف رأسه شعرا في سنواته الأولى قبل أن تنطلق الشعيرات بكثافة في رأسه ومعها الأهداف في مسيرته. مواليد 29 من أغسطس لعام 56 تألق في كأس العالم الشباب، كان هدافا، فيما نال رفيقه دييغو أرماندو مارادونا لقب أفضل لاعب، ذلك كان عام 79. بعدها ب3 أعوام تجرع مرارة الوداع المبكر من مونديال إسبانيا أمام البرازيل وإيطاليا. لم يظهر في مونديال المكسيك، يقال بأن ذلك بسبب طلب من مارادونا الآمر الناهي آنذاك في التانجو. علاقة متوترة بين الاثنين حتى الآن. على مستوى الأندية بدأ مع ريفر بليت في الأرجنتين واعتزل في صفوف يوكوهاما الياباني في عام 93. نال لقب دوري الأرجنتين 5 مرات، رفع لقب الكالتشو الإيطالي مرة، وكأس فرنسا مرة أيضا. كمدرب كان ريفر بليت العشق الأكبر، معه توج بدرع الدوري المحلي في 6 مناسبات، لقب ليبرتادوريس في عام 96 والسوبر الأمريكي الجنوبي بعدها بعام. وعندما تولى تدريب سان لورينزو أنهى 6 أعوام من صيام النادي عن لقب الدوري المحلي في 2007. خاض تجربة وحيدة في أوكسفورد الإنجليزي في 2004-2005 لتذوق طعم كرة القدم الإنجليزية على حد تعبيره، فكانت مهمته مجانية بدون أي باوند من الفريق الإنجليزي. وكانت له تجربة وحيدة في المكسيك مع نادي كلوب أمريكا. على صعيد المنتخبات فإنه قاد باراغواي بين 2014 ويونيو 2016 قبل أن يأتي الفراق بعد كوبا أمريكا. دخل عالم تويتر بحساب يحمل علامة التعريف الزرقاء في يونيو 2014، كان لديه 119 ألف متابع ليلة الثلاثاء. أصبح الأربعاء يقارب 140 ألفا، تغريداته لا تتجاوز 183، آخرها في 9 من أكتوبر الحالي. زوجته ميرتا أنجبت ولدين، مايكل الأصغر وإيميليانو الأكبر الذي ولد في نابولي وبات الآن مساعدا له في التدريب. كلاهما لاعب كرة القدم بشكل احترافي، ولم يصل أي منهما لشهرة الأب. وحيد رزق المصري العربي. ويلتحق بي في الاستوديو كابتن رشيد غارسيا لاعب الأرجنتيني السابق، وهو الآن بعد الاعتزال صحفي متجول يتابع كرة القدم في كل مكان. هو الآن في جولته في الإمارات. غارسيا أهلا بك، شكرا لحضورك. كيف ترى تعاقد الهلال السعودي أو اقترابه، لم يعلن رسميا بعد، من رامون دياز؟ كيف تصف هذه الصفقة؟ أولا شكرا على هذه الدعوة. لا نعرف، الهلال من الفرق المميزة جدا، وكرة القدم في الخليج بشكل عام مميزة، خاصة للمدرب الأرجنتيني. فيجب أن نرى مدرب أرجنتيني سابق حقق نجاحا كبيرا. الأمر ليس بالسهل العثور على مدرب جيد، خاصة بالنسبة لدياز. دياز رجل ذو شخصية قوية، وربما ليس ما يكفي من الصبر، ولكن الهلال ودياز قد تكون الشراكة عظيمة ورائعة، ولكن لا أدري. في نفس الوقت أنا أثق برامون دياز خاصة كمدرب. نعم. غارسيا، يعني دياز يحضر في منتصف أو بعد بداية الموسم، معنى ذلك أنه لم يعد الفريق، لم يجهزه، ومعنى ذلك أيضا أنه لن يجري الكثير من التغييرات. نحن نعرف دياز بأنه صاحب شخصية قوية، وما زالت لديه عقدته كلاعب ونجم عظيم في تاريخ الأرجنتين، ربما أفضل مهاجم في تاريخها. كيف يمكن أن نقرأ كل هذه المتغيرات في جو الهلال وبين الهلال ودياز؟
أعتقد بأنه اللاعب مميز مثل رامون، له صورة كبيرة بالنسبة لي. كان واحدا من أفضل المهاجمين كما قلت في تاريخ الأرجنتين. نعم. ولعبته وكان هداف مميز جدا وسريع جدا في المسافات القصيرة. أما كمدرب أساسي فهو ليس في أفضل حالاته في مسيرته. قاد فريقا مميزا ولعب مع كريسبو وفرانشيسكولي وأورتيغا في ريفر بليت، فريق مميز جدا. وراموس صاحب عقلية هجومية. أما الآن في الهلال فالأوضاع مختلفة. ربما شاهد أميليانو والذي سيساعد رامون على إدارة الفريق أو تشكيلة صعبة جدا مثل لاعبي الهلال، ليسوا باللاعبين سهلين. وربما أميليانو هو الجانب النفساني الذي سيساعدهم. تتحدث عن إيميليانو ابنه أميليانو اللي هو أيضا وكيل أعمال رامون دياز. طيب، سيحضر معه للهلال؟ ما هو دوره كابتن؟ نعم. أميليانو مهم جدا في هيكلية رامون العامة. إميليانو ليس فقط مدرب مساعد، وربما لرامون ولعمره فليس من السهل إدارة العلاقات مع اللاعبين الشباب. وبالنسبة لإيميليانو كان عاملا مهما جدا في سان لورينزو لرامون، مع علاقاته حتى كانت الصعبة مع تشكيلة الفريق لمساعدة رامون على تطوير العلاقات مع اللاعبين. المشكلة الأساسية لأي مدرب أساسي هنا في الخليج هي العلاقة مع اللاعبين الشباب، وربما إيميليانو سيلعب دورا هاما في هذا الخصوص. وهو مترجم رائع جدا. جميل. كابتن غارسيا، يعني رامون دياز من شمال الأرجنتين، هي منطقة هو موطنه الأصلي، هي منطقة قريبة من الأجواء في الخليج، أجواء المناخ والطقس فقط، ليست أجواء أخرى. كابتن، هل سيساعد ذلك على التأقلم سريعا مع الخليج أو في أجواء السعودية؟ رامون نعم ولد في غوارديوخا. نعم مكان جميل جدا في الأرجنتين، مثل الشارقة ربما نوعا ما. ولكن سنة واحدة سافر إلى بوينس آيرس. رامون ترعرع في بوينس آيرس، ولكنه كان يزور لارديوخا لصيد السمك والعيش مع عائلته. هو صياد مميز ورائع جدا، وعائلته كلها هناك، وهو شخص رائع جدا ولطيف. ومع اللاعبين في الملعب يتحول إلى شخصية قوية جدا، أما خارج الملعب فعلاقته طيبة جدا. غارسيا، حدثني عن منهجيته التكتيكية، ماذا تتوقع منه على ماذا يعتمد؟ هو رجل يحب الهجوم، يحب التوازن في فريقه، هو رجل يحب الدفاع والتحفظ. حدثني. أولا هو مدرب هجومي أولا أساسا، وبعد ذلك كمدرب أساسي يستطيع إدارة المواقف المختلفة. في ريفر بليت عندما فاز بكأس الليبرتادوريس في سنة 95 لعب في ملعبه بشكل هجومي 4-3-2-1، ودفاعيا في فرق ملعب الفرق الخصم، وأحيانا هجوميا لاعبين مثل سورين، ودفاعيا هجوم في ملعب الخصم. رامون يعرف كيفية إدارة الفريق. هو بحاجة للوقت هنا، أعتقد بأنه بحاجة للوقت للتعرف على اللاعبين بشكل جيد، بعدين يتعرف عليهم بشكل جيد، ليس بعد 4 جولات. أشك في ذلك، هو بحاجة لوقت أطول من ذلك. فهو حصل على وظيفة جيدة جدا. الهلال ليس بالسهل، ولكن رامون رجل ذكي جدا. جميل. غارسيا، أنت عندما كنت لاعبا لعبت ضد رامون دياز، تعرفه في الملعب، كان يرى بأنه مارادونا آخر أو منافس لمارادونا في تلك الفترة. على أي حال، لديه ما تزال لديه من يعرفون رامون عن قرب يرون بأنه ما تزال لديه عقدة النجومية الكبيرة التي حصل عليها، ولذلك هو كمدرب يطلب بعض المتطلبات الخاصة، معاملة خاصة،
أجواء خاصة، السائق، السيارة، الأشياء، المعاملة الخاصة في كل النادي. فهذه الأشياء هل يمكن أن يعني تكون عائق أو تسبب له بعض المشاكل هنا؟ عقدة النجومية الكبيرة والمعاملة الخاصة؟ لا، رامون من أكبر النجوم، وعندما يصل الشخص إلى هذا المستوى من النجومية فبالتأكيد سيتلقى هذه المعاملة الخاصة أو الVIP. نعم. رامون هكذا كان كلاعب. أنا واجهته مرة واحدة عندما عاد إلى الأرجنتين وكنت أبدأ اللعب، ولم أعرف أسلوب لعبه لأنني لم أراه من قبل، فمن المستحيل أن أقف في وجهه. كان سريعا جدا، وفجأة في سنة 86 و90 عندما لعب مع منتخب الأرجنتين في أفضل لحظاته كان يقول بسبب علاقته مع مارادونا، خاصة مع مارادونا، العلاقة بين مارادونا ورامون، مارادونا لم يلتقي به أو يتعرف عليه هنا في الخليج، ولكن هو يطالب معاملة خاصة لأنه يستحقها هنا. نعم، جميل. غارسيا، يمكن أن نصف هذا التعاقد بين الهلال ورامون دياز بالصفقة الكبيرة على مستوى الخليج والعرب؟ يمكن وصفها بكذلك؟ نعم، هي صفقة كبيرة بالنسبة لي، خاصة في هذه اللحظات، هذه الأوقات من كرة القدم الخليجية، لأنها لا تمر في أفضل لحظاتها أو أوقاتها. لماذا؟ كبار النجوم من الأرجنتين أو إسبانيا أو أوروغواي ليسوا شائعين وغير متوفرين. الهلال ربما هو واحدا من أفضل الفرق في الخليج، أما حاليا فالهلال لديه مشجعين كثر من ريفر بليت، ورامون أيقونة ريفر بليت. واليوم عندما سمعوا الأخبار عن رامون دياز وتوقيعه مع الهلال في الأرجنتين، كافة عشاق ريفر بليت يسألونني أو عبر التواصل الاجتماعي يسألون عن الهلال، ما هو الهلال. الهلال في ريفر بليت أصبح مشهورا بأنه نادي محلي. هناك في الأرجنتين لديكم أعلن رسميا أنه تعاقد، أعلن رسميا أو على مستوى الصحافة والإعلام فقط؟ لا زال فقط الكلام في الإعلام، أما الكلام في ريفر بليت فتحدثوا عن مصير رامون، وأعتقد بلا شك بأنهم سوف يدعمونه كثيرا. ريفر بليت يدعمون الهلال، سنتوقع ذلك. جميل. موسم واحد يكفي غارسيا؟ موسم واحد بين الهلال ورامون؟ هو اشترط موسمين لكن التوقيع سيكون موسم. أقول لك رأيي. أول كلمة تعلمتها باللغة العربية هي الصبر. نعم، الصبر. الهلال بحاجة للصبر للتعامل مع رامون. رامون يجب أن يقوم بعمل جيد، ولكنه بحاجة للوقت. صحيح. 4 جولات بالتأكيد، الأمر مختلف تماما. الوقت ربما حتى نهاية ديسمبر، وربما في المرحلة الثانية من الدوري لكي يظهر النتائج. وإيميليانو أيضا مهم جدا. نعم. سؤالي الأخير، ينجح دائما رامون في الأرجنتين، سان لورينزو، ريفر بليت كله نجح معهم وأرقام قياسية، يفشل خارج الأرجنتين. هذا يقلق أيضا جماهير. فشل في المكسيك، فشل في باراغواي، لا يحقق أي نتائج. هل هذا مقلق؟ الهلال يجب أن يفكروا بالعلاقة مع وضعيته أو علاقته بالباراغواي. لماذا؟ الباراغواي كانوا يتوقعون شخصا مثل تاتا مارتينو، التيكي تاكا ولعب السريع. رامون دياز لا يلعب بهذا الأسلوب. الباراغواي حاليا ضد الأرجنتين تلعب بشكل مباشر. رامون دياز سوف يلعب هجوميا أو كرة القدم الهجومية، ولكن ليس بأسلوب مهدي علي مدرب منتخب الإمارات. رامون دياز هجوم مباشر نقل الكرة السريع، وهو بحاجة للوقت. الهلال لديه لاعبين مميزين، ويجب أن يدير الأوضاع مع اللاعبين
النادي، ويجب على اللاعبين أن يدعموا رامون وإيميليانو. بعض الأحيان يجب أن يتعرف عليهم بشكل جيد، وأعتقد بأنهم سيحققون النجاح إن شاء الله. أرجو لرامون دياز التوفيق مع الهلال وللهلال التوفيق. شكرا رشيد على كل هذه المعلومات. رشيد غارسيا اللاعب الأرجنتيني السابق والصحفي المتجول حاليا في تغطية كرة القدم.